حبا ودعما في الصناعه المصريه والمنتج المصري. عملت حمله على الصفحه عندي باسم شجع المنتج المصري، وابتديتها ببوست اجمع فيه كل براندات الملابس الجاهزه الصناعه المصريه 100%، سواء عن تجربتي الشخصيه او تجارب الناس المقربين مني. والحقيقه ان كان في استجابه كويسه جدا مع الحمله، بس كان في حاجه استغربتها قوي وانا بتواصل مع البراندات دي، وبدون تعميم خالص، لكن معظمهم مش كاتب على الصفحه الرسميه بتاعته انه منتج مصري. تطلع روحي علشان يردوا عليا اذا كان المنتج ده فعلا مصري ولا مش مصري. ودي بالنسبه لي مش بس حاجه غريبه، لا دي حاجه مستنكره كمان. ازاي ما تكتبش على الصفحه بتاعتك بكل فخر صنع في مصر؟ في كتير مننا بيسافر بره، ولما بيجي يعمل شوبينج بيلاقي الحاجه متصنعه بره من براندات عالميه ومكتوب عليها ميد ان ايجيبت. يبقى من باب اولى وانت مصنع بتنتج منتج مصري انك تكتب على صفحتك انه منتج مصري. ده فخر ليك ولينا واحنا بنشتري منك، ومساهمه مني لكل واحد بينتج او بيصنع منتج مصري او بيقدم خدمه او بيعمل حرفه يدويه. تقدر تعتبر الصفحه دي مساحه اعلانيه مجانيه ليك. تقدر في التعليقات تحت الفيديو ده تكتب اسم الصفحه بتاعتك، المنتج اللي بتنتجه، واي معلومات عايز توصلها للناس. وانا كل فتره هجمع مجموعه منكم واعمل لهم بوست مخصوص، وهعتبرها برضو مساحه اعلانيه مجانيه ليكم، بس بشرط صغير قوي بقى، انك تكتب على صفحتك ان منتجك منتج مصري. حاجه اخيره حابه اضيفها، لاني اتسالت عليها في الرسائل بتاعه الصفحه من مصريين مغتربين جدعان الحقيقه، وسالوني اذا كان في تبرعات بتتجمع للحمله دي. لا ولا قاطعه. الحمله دي ما هي الا حمله فرديه بمجهود فردي دعما للصناعه المصريه وللمنتج المصري، وعشان اعرف الناس بيهم لو هم ما يعرفوهمش. فالحقيقه هي ما فيهاش اي مجال تماما ان يبقى فيها اي جمع تبرعات. ولو في حاجه عايزين تساهموا بيها، انشروا الصفحات اللي بتنتج منتج مصري، وحاولوا تشجعوا الناس انهم يشتروا المصري. بس كده، مش مطلوب اكتر من كده. ومن باب الفخر، انا شخصيا صنع في مصر، بس كمان الاوتفيت بتاعي كله صنع في مصر.